سمعتك تريدني شاهد على زواجك، راح تتزوج على الخير. بس صدق عمرها 12 سنة؟ اي عندك مانع؟ لا بس يعني ذاك اليوم كانت تلعب بعد هي. شنو؟ تلعب خشمة، هاي شبيك؟ حساسية حساسية. عبالي. زين تريدني شاهد اصير هوية شي، اعطيني هويتها. اي دلل هاك. لك هاي مال العاب مال مول، هويتها. ها اسف. هاك. هاي مواليد لو تاريخ صلاحية، شو شوية؟ لا رجاء احترم نفسك. يا معود اللبن مالتنا تاريخ الانتاج ماله اقدم من مرتك. اصلا زين سويتوا، وفرتوا فلوس بدلة العرس. شلون يعني؟ هو القماط مالها نفسه فصلوا بدلة عرس، اكيد مذاب بي بعده موجود. ترى صدع راسي من وراك وعقلي وقف. يا عقل هذا، العقل الوحيد اللي عندك سن العقل. ترى كلش لحيته، هواي لحيت انت. لا ابدعتي، لو منتظر بعد شويه بس انطيك بنتي تتزوجها. شوفني صورتها. اي تدلل. شوفك ياها تخبل. هاي. لك هذا سونار ما رحم بطفل. اي مو بعد امها حامل بيها من تولد اعطيك اياها. مو صوتك، صوت اللي اختارك شاهد واحترمك. وقف زين انت اسمك وين راح يكتبوا؟ بخانة الزوج لو بالعاهات الظاهرة؟ مرحبا، اليوم راح نتكلم عن زواج القاصرات. بتعريف القانون لحد 18 سنة هي تعتبر قاصر، لكن اكو زواجات تصير بعمر 17 و16 و15 والألعن بعمر 8 و9 و10 و11 سنة. القانون يقول 18 سنة والطب كذلك، لأن كثير أكو أمور جسدية ونفسية متعلقة بزواج الفتاة بهذا العمر. لو أبقى أعددها ينراد لي مجلدات أنه أكتب لك إيش قد خطر زواج القاصر. سرطان عنق الرحم، المرأة عندها رحم والرحم بعنق الرحم، هذا البطانة إله، البطانة مالته تظل تتغير لحد ال 18 سنة. إذا يصير أكو جماع جنسي مع رجلها راح تتأثر، فتزداد وتتضاعف نسبة الإصابة بسرطان الرحم والتهابات المجاري البولية والتناسلية لهاي الفتاة البريئة. لذلك هي اللي تتزوج قاصر إن شاء الله يصير بك أنت سرطان. طبعا مدى أتكلم عن هذا السرطان اللي يموت، لا أبدا. سرطان حب برنامجنا ينتشر بك، هو سرطان صحي جدا، فتشوف برنامجنا وتحبه وتعيش حياة طويلة وبعد ما تسوي هاي الأمور. والمشكلة أكو رياجيل كبار عواجيز يتزوجون قاصر. بالمناسبة كل رجال كبير تحية إله وألف بوسة الإيدة، لكن اللي يتزوج قاصر لا، هذا راح أتكلم عنه. عزيزي راح تقول دكتور ايش دعوه حاد سنونك علينا؟ حجي هو انت سنون ما عندك اصلا؟ لو متزوج هاي البنيه القاصر حتى تصير لك ممرضه، يروح ان شاء الله تتمرض وبدون حمد لله على السلامه وبدون تمنياتي بالشفاء العاجل. مو حتى اذا نزل صورتك بالفيسبوك ما راح الحق ارد، كلهم راح يكتبوا لي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. تقول لي دكتور شو لك باي السالفه؟ انا هسه اكو هذا غذاء ملكه النحل ويا العسل اكله اصير فل. انت نحله اذا قرصتك 3 ايام تبات مستشفى. شنو غذاء ملكه النحل؟ تعال جدو، تعال افتح حلقه حبيبي قطرات. تعال افتح ما شاء الله الاطفال هاي تعال. ها مو شاء الله الاطفال ما بك قاعد هاي ليش ركبك ترعش؟ اكو مسلسل عن زواج القاصرات بطولة صلاح السعدني يتكلم عن هذا الموضوع بحساسية، لا فيزيولوجيا ولا بيولوجيا ولا عصبيا ولا كهربائيا ولا كيميائيا ولا هرموناتيا انه تتزوج وتصير حامل وتصير وهاي السوالف. طبعا ما دا استهزئ بكبار العمر ابدا، ابوس راسهم وابوس ايدهم 1000 مرة، لكن دا اتكلم عن اللي يتزوجون قاصر طفلة. هذا النوع يسموه تشايلد ميلسترز او المعتدين على الاطفال، وتم تصنيفه كمرض نفسي. حال اللي ينام مع ميتين أو اللي ينام مع حيوانات، اللي ينام مع طفل مرض نفسي. تعالوا أقول لكم شيء عن هذا الرجال العجوز اللي يتزوج هاي القاصر بالعمر. بيوم من الأيام كان عزرائيل دا يفتر بالمنطقة، فهذا الرجال المتزوج هاي الطفلة خاف على روحها لياخذ روحها عزرائيل. ايش قام سوى؟ أخذ السيريلاك مالتها وقام ياكل من عنده، عد هو شنو؟ عد هو طفل. فإجى عزرائيل عليهم كان يقول له ها حجي ايش دا تسوي؟ قال له دا آكل سليلات. قال له ديال حباب خلص حتى اللوح. من مشاكل أخرى لزواج القاصرات أنه هذه الطفلة إذا صارت حامل تزداد نسب الإجهاض، الناسور، الالتهابات والمشاكل. تخيلوا هي جسمها غير مهيئ أنه يكون حامل. يعني تخيلوا هي قبل كم يوم كانت تنفخ نفاخة وتحطها ببطنها عود هي حامل تلعب دور حامل، أنه بتصير هي فعلا حامل. هذا شيء صعب جدا. ها فزيتوا؟ تخيلوا هذا حال هاي الطفلة كل مرة يجي عليها رجلها. هذا تشويه للطفولة، اغتصاب للطفولة. السلام عليكم. شلون الصحة؟ جاي أطلب بنتكم إلي. إي صدق شفتها صح، لا تشوفوني ترى 77 سنة، بس أمين شفتها تركض بالشارع قدامي تلعب طابة ويا الجهال، يعني شيء ردت لي الروح بقلبي. كل شيء جاهز.
انا كل شيء جايبه. هاي شوف تعال، وين حبيبتي؟ هاي جايب لك ساعه، شوفي ايش قد حلوه. شوفي حبيبي شوفي، هاي تلبسيها هيج وهاي تشغليها. هاي حبيبي هاي حتى هاي ما الزواج. ابد ابد لا تحكي بداعتي. هذا المهر مالها، هذا من تركبين التمين تقمزين عليه تونسين بيه. حبيبتي انت بعد جبت لك، شوفي شو جبت لك. هذه لعابه صغيره يا حبيبي، هذه من نتزوج هتحطيها يم راسك. وهذه نفسها صغيره، مو انت راح تصيرين ماما بعد كم يوم، هاي البيبي مالك. واكو هاي الكبيره، هاي ما ادري من يمكن امك. ذاك في بعد جبت لك باعي، بس باعي فستان الخطوبه جبت لك اياه. قولي الحاجي ما مداريني. شلونه يخبط فدويتش قلب عمري انت. باعي هاي جبت لي اياها. لا هاي مال الاكسجين مالي، هاي مو مالي اكفي. اي هاي حبل، هاي تلعبين بيه تقمز. حتى مو تقولي مضوجني الحاج. ايش بيك ساكته حبيبي؟ مستحيه تريدني اتزوجها مستحيه. بعد عندي شيء هاي شخاطه حرقي بيها روحك من نخلص. الدراسات اثبتت مشاكل نفسيه كبيره تعاني منها هذه البنيه اذا تزوجت، تشوه نفسي، خوف، ذعر، رعب، وحتى توصل للكآبه والانتحار في حالات كثيره. بس سؤال، هاي شو يغنوا لها بزواجها؟ شايف خيره ومستاهلها، شايف خيره ومستاهله وهي طفل؟ لا اكيد. تدرون شو يغنوا لها؟ لازم يقولوا لها يا اطفال يا حلوين اشربوا الحليب، للصحه للقوه اسالوا الطبيب، جاي جدو ياخذك يلا روحي وياه، الرب ياخذ حيفك ابدا ما ينساه، ابدا ما ينساه. اصلا خطا انه الطفل يشوف ابوه وامه في وضع حميم، هذا راح يسوي له تشوهات نفسيه، فكم بالحري هو يدخل في عمليه جنسيه. اصلا الام ما يصير تكون عاريه من تسبح اولادها، يعني مو هي داخله تسبح بالحمام ومدخله وياها اولادها، لازم تكون ثيابها كامله من تدخل الاطفال، مو نزوجهم. طبعا دا اتكلم مو بس عن الشياب اللي يريد يتزوج هو صغيره بالعمر، لا حتى شباب 16 سنه يريد ياخذ له بنيه عمرها 14 سنه، او ابوه يجبره يتزوج وحده صغيره بحجه شنو؟ هاي صغيره تعمر وياك. عزيزي الدراسات اثبتت ازدياد نسب الخيانه والطلاق بالزواج المبكر. انت 16 و14 سنه يا دوب تاخذون كل واحد منكم ككوايه تاكلوها بالعيد. زين سؤال، هو عمره 16 سنه وهي 12 ما ادري 13 سنه، مهرهم سبونج بوب مثلا، لان هي ما راح يفرحها غير شيء، يعني ما تحب الذهب راح تحب السبونج بوب. تريد ابنك انه ما يتجه للحرام؟ مو عود الزوجه اللي يتجه للحرام، لان هذا بعمر 20 الى 22 خلص راح يمل وراح يروح الى الامور الخطا. تريده يبتعد عن الطريق الخطا، دخله بامور صحيحه، بالمطالعه، بالدورات، نمي مواهبه، زيد ثقته بنفسه، علمه، ثقفه، درسه، هاي الامور اللي تخليه يبتعد عن الحرام مو الزواج. طيب هي بعمر 14 سنه، افرض صارت حامل وجابت طفل، يعني المفروض راح تقعد ترضعه رضاعه طبيعيه؟ هي تحتاج تشرب الحليب مالها من الصبح على مود العظام مالتها. زين سؤال، شهر العسل وين راح تقضوه؟ اكيد بمدينه العاب، باعوا بالزوراء فد شيء خرافي. من وضع السن 18 سنه مو عن اعتباط، قلنا فيزيولوجيا هي غير مهيئه لا للحمل ولا انه هي تكون ولا نفسيا، لان راح يخلي لها مشاعر وامراض نفسيه مثل الخزي والعار وكثير من الامراض والحالات اللي راح تصير عند هذه البنيه اذا زوجت بهذا العمر، من عدم الناسور وسرطان الرحم والالتهابات المجاري البوليه وغيرها الكثير من المشاكل مستحيل اقدر احدها بحلقه وحده بس. اللي أريد أقوله كل من دا يشوفني في هذا البرنامج، شوفوا حواء أخذت من ضلع آدم، لازم عن اختيار، عن وعي، عن إدراك يختارون بعضهم بعد النضج حتى يكونون أسرة كاملة، يكونون خيط مثلوث مع الله. شايفين الضفيرة 3 حبال مع بعض مستحيل تنقطع، زوج وزوجة والله ثالثهما، خيط قوي متين يقدر يشيل ويسند أسرة كاملة بالأولاد، مو جهال مزوجي لياهم. مع السلامة.